فاستغلينا الحيطة اللي موجودة اللي جاية من تحت لفوق. الحيطة دي كلها كانت حيطة كبيرة وموجود فيها لايتنج بشكل معين، فهي كان شكلها انترستنج ان احنا نبدا نربطها بالكافي كورنر اللي موجود الناحيه الثانيه. والكافي كورنر دوت ابتدينا ان احنا نشوف طب الخشب ده انا ممكن استخدمه في ترابيزات، ممكن استخدمه في تي في يونت مثلا. فابتديت ان انا اشتغل على التفاصيل الاساسيه دي، مع كمان ان احنا عملنا جزء صغير مبني نقدر ان احنا نحط عليه الرخام مثلا، وبعد كده الباقي كله هيبقى ازاز من الاول للاخر. فالازاز دوت يديني احساس ان المكان واسع وستلم، اقدر ان انا ابقى اشوف كل حاجه واكسس كل حاجه، وفي نفس الوقت يبقى بيقفل علشان التكييف ما يبقاش بيخرج بره، واقدر ان انا اتعامل معاه. لو عايز تشوف باقي الحلقه وكل الحلقات اللي فاتت دوس على اللينك اللي في البايو او في الكومنتس تحت وشوف باقي حلقات مسلسل حكايه بيت.